ده يا احمد؟ بص شوفي الداده صفيه جايه، يلا خلينا نضحك عليها شويه. دي فرصة حلوة. بصي هرمي عليها الكيس ده مليان مية، وفي الجو الساقع اللي احنا فيه ده كمان هنضحك قوي. عندك حق، وانا كمان هرمي عليها الكيس ده مليان اكل. يا ولاد حرام عليكم، ما ترموش الاكل ده، رزق من عند ربنا. يا جماعة ليه كده؟ انتوا عارفين اللي انتوا بتعملوه ده غلط. ليه يا شيخة؟ احنا بنهزر معاها، يعني هي فاهمه ان احنا بنضحك بس. ده مش هزار، ده تنمر. ده بتشتغل عشان تنضف مكانكم، مش عشان تهينوا كرامتها. ما تكبريش الموضوع، احنا بنضحك بس مش قصدنا حاجة يعني. عادي ايه؟ هو انتوا فاكرين انها مش بتحس ولا ايه؟ انتوا كده بتوجعوها بكلامكم وافعالكم. يا ولاد انا هنا علشانكم، علشان انضف المدرسه، علشان تلاقوا مكان نضيف. اللي بتعملوا معايا كده؟ ما تزعليش يا ده في ناس كده بتتصرف من غير ما تفكر. طيب خلاص احنا اسفين، بس بجد احنا ما كناش نقصد. الاعتذار مش كفاية، لو عايزين تصلحوا غلطكم توقفوا اللي بتعملوه ده وتعتذروا بجد وباحترام. طيب آسف يا صفاء. ايوه وانا كمان اسفه. بص يا احمد، فاطمه دي فاكره نفسها ان هي هتعلم علينا ولا ايه؟ هي مالها اصلا؟ خلينا نكمل اللي احنا بنعمله. انا هرمي الكيس ده تاني. وانا هزود عليه كمان ميه وعصير. ايه يا ولاد بس اللي انتوا عملتوه ده، ربنا يسامحكم. ايه ده مش هزار، ده تنمر، مش المفروض تعملوا كده مع الناس. بس احنا بنهزر يا اخي، وانت مالك؟ ده مش هزار، دي قلة أدب. ده صفية مش عشان تضحكوا عليها، هي هنا علشان بتنظف المدرسة. خلاص هو انتوا مالكوا؟ سيبونا في حالنا. فاطمة انت شايفة اللي بيحصل ايه؟ لازم نساعد ده صفية ونوقف التنمر ده. طيب خلاص، بس مش هنقدر نغير حاجة لو محدش مهتم. خلاص يلا خليها تشيل كل حاجه من هنا وهنفضل نضحك عليها شويه. ايوه لازم نضحك شوية، ايه المشكلة؟ يا ولاد الحاجات دي بتضايقني جدا، انا هنا علشانكم مش عشان تتعاملوا معايا كده. في ايه ده؟ ما تكبريش الموضوع بقى كده، احنا بنهزر معاكي يعني عادي. وانتي طول عمرك بتتقبلي الهزار بتاعنا وبتسكتي، زعلانه ليه دلوقتي؟ مالك؟ لازم نضحك شوية مش كده؟ ده مش صح، ده مش هزار، ده تنمر واضح. لو مش هتحترموا الناس احنا مش هنقدر نقف ساكتين. انا اسفه يا ماما بجد، انا مش عايزه اكون زعلتك، صدقيني انا بتضايق جدا من كل اللي هما بيعملوه. نفسي اسكتهم لكن ما بعرفش. يا فاطمه انت زيك زيهم، حتى مش راضيه تعترفي ان انا امك قدامهم علشان خايفه يتنمروا عليكي. وبدل ما تبقي في صفي ضد الاطفال دول اللي بيضايقوني، بالعكس انت صاحبتهم المقربه كمان. لا يا ماما، الموضوع مش كده. انا كنت خايفه اقول حاجه وتسبب في مشاكل اكبر، وكمان انت عارفه ان انا صاحبتهم المقربه ليهم. هم اشهر شله في المدرسه كلها يعني، وعلى طول انا معاهم، وعلى طول الناس كلها بتحترمني وبتحبني. لكن لو بعدت عنهم ممكن يتنمروا عليا انا كمان، وانا مش عايزه كده. يا فاطمه انت مش مقدره اي حاجه انا بعملها ليكي، كل يوم بنضف وبشيل الحاجات علشان تقدري تعيشي في مكان كويس. ده غير ان كل ده اساسا انا بعمله علشان اجمع فلوس علشان تقدري تخشي المدرسه دي وتقعدي مع طلبه زيك زيهم. وما ينقصكيش اي حاجه، انت عارفه انا بتعب ازاي علشان اعرف ادخلك مدرسه زي دي، واكمل الفلوس اللي هم اخدوها مني. تحويشه عمري كلها تقريبا ضاعت في مصاريف المدرسه دي، وانتي للأسف مش مقدرة أي حاجة، وبتفضلي قاعدة مع الناس اللي بيتنمروا عليا وبيضايقوني. لكن اللي بيحصل ده بيوجعني جدا. انا كنت غلطانه، بس مش عارفه اوقفهم ازاي. صدقيني يا ماما، انا مقدره كل حاجه بتعمليها عشاني، وبجد بحبك قوي. مستحيل اقدر اتخيل حياتي من غيرك. لكن قوليلي انا ممكن اعمل ايه؟ انتي شايفه اهو، انا بقعد اكلمهم كتير قوي واقول لهم ان كده غلط وعيب، لكن هم مش بيسمعوا اي حاجه، مش بيسمعوا غير نفسهم وبس. وحتى لو قالوا حاضر وسكتوا، المره اللي بعديها مش بيسكتوا او بيستنوني امشي عشان يكملوا تنمر براحتهم. انتي لو كنتي واقفة معايا وقفتي قدامهم كان ممكن الموضوع يتغير، بس اللي بيحصل ده مش سهل. او على الاقل تقدري تصاحبي ناس تانيين. انا مش بقولك تكوني لوحدك في المدرسة، لكن المدرسة مليانة طلاب كويسين، وانا بنفسي بشوفهم بيحاولوا يجوا يتعرفوا عليكي عشان تكوني صاحبتهم. لكن انتي متمسكة بالشلة دي، مش عارفة ليه، كأنك قاصدة تضايقيني.
لا يا ماما صدقيني مش كده، انا بس زي ما قلت لك الشله دي شايفه ان مصلحتي معاها، ومريم صدقيني طيبه قوي، هي متنمره بس غير كده هي بتعمل معايا مواقف كتيره حلوه. انا عارفه بجد ان انا مقصره معاكي، ويمكن لو عرفتهم ان انتي مامتي كل ده يتغير. بس صدقيني انا كنت خايفه من رد فعلهم وانهم ممكن يضحكوا عليا، بس مش بقبل ان انتي تتاذي علشاني. لازم تكوني أقوى من كده يا فاطمة، مش ممكن تستخبي ورا الخوف طول الوقت، وما ينفعش تستعري من أمك اللي بتعمل كل حاجة علشانك. أنا بسهولة أقدر أسيب الشغل ده وأقعد في البيت، لكن انتي كمان مش هتقدري تكملي في المدرسة دي تاني. انا اسفه يا ماما صدقيني ما كنتش قصدي ازعلك. مش كل حاجة بتتحل بكلمة أسفل، لازم تثبتي إن هي حقيقية مش بس كلام. لو عايزة تكوني صادقة معايا لازم تثبتي ده بتصرفاتك. انا هغير يا ماما وهدافع عنك قدامهم، مش هسمح لهم يعملوكي كده تاني، انا مش هسمح لهم يهينوا اي حد تاني. أتمنى يكون ده حقيقي يا فاطمة، اثبتي لنا فعلا إن انتي هتكوني قد كلامك. هكون عند وعدي يا ماما، انا مش هخليكي لوحدك تاني، انا هكون جنبك دايما. بجد بجد يا فاطمة، يعني انتي خلاص هتقول لهم إن أنا مامتك؟ مش عارفه يا ماما هقدر اقول لهم ان انتي مامتي دلوقتي ولا لا. انا اسفه بس انا دلوقتي عرفت الصح، ومش هسمح لاي حد يضايقك تاني، وهتكلم معاهم وهعرفهم ان اللي بيعملوه ده غلط وما ينفعش. مريم احمد ده مش صح، انا مش قابله اللي بتعملوه مع صفيه. هي مش موجوده هنا علشان تتريقوا عليها، هي هنا بس علشان تنظف المكان. يعني ايه؟ احنا بنهزر. ده مش هزار، ده تنمر، ولو بتحترموا نفسكم مش هتعملوا كده تاني. ايوه بس احنا مش قصدنا اننا نزعلها. مش المقصود، المهم هو التصرف. لو كنتوا عايزين تكونوا محترمين لازم تتعاملوا مع الناس بنفس الاحترام اللي بتحبوا تحسوه. صحيح احنا ما كانش المفروض ان احنا نعمل كده. احنا اسفين جدا يا دادا صفية. ربنا يهديكم يا ولادي، مفيش حاجة بتفرحني أكتر من لما الناس تحترم بعضها. انا كمان اسفه يا صفيه، ده وعد مني مش هنخليكي لوحدك تاني. ربنا يوفقك يا فاطمة، لو قلبك طيب هتشوفي الدنيا أحسن. يا ماما انا بحس اني بقيت احسن دلوقتي، مش هسمح لاي حد يقرب منك تاني وخلاص. انا بقى عندي الشجاعه وراح اقول لهم ان انتي مامتي زي ما وقفت قصادهم امبارح. انا ما بقتش خلاص اخاف من حد ولا اخاف من اي حاجه. وأنا فخورة بيكي جدا يا فاطمة، بس الدنيا مش دايما سهلة، لازم تفضلي قوية. حتى يا بنتي لما تقولي لهم وتنمروا عليكي شوية تقدري تواجهيهم وتقولي لهم لأ، هي أمي هي أعظم حاجة في حياتي. عشان أحس يا بنتي إن كل حاجة أنا بعملها علشانك انتي حاسة بيها ومقدراها، بدل ما أنا حاسة إن جهدي كله بيروح على الفاضي. ما تقلقيش يا ماما، انا المره دي هقف قصادهم وهعترف لهم ومش هخاف تاني من اي حاجه. ايه ده؟ فاطمة بتقول لصفية يا ماما؟ مستحيل، فاطمة بنت صفية، ده شيء غريب قوي. يا ربي، يعني طول الوقت ده هي كانت امها؟ يعني هي اللي بتخاف على امها اكتر مما بتخاف على نفسها. فاطمة انت ازاي تكوني بنت صفية؟ يعني انت كمان مش كنت بتدافع عن الدادا، بس انت كمان كذابة. مش كدب، مش عارفه ليه تتكلموا كده. انت كدابة، لو كنتي مدها كنتي هتكوني زيها مش كده؟ مش عارفه ليه كده، كنت فاكره ان هما هيفهموا لكن للاسف هما مش عاوزين يفهموا. يا فاطمة ما تهتميش لكلامهم، الناس دي مش هتعرف تقدرنا. خلاص يا فاطمة، احنا عرفنا كل حاجة وان انت طلعتي كدابة. ليه كده؟ ليه مش قادرين تحترمونا؟ دي الحقيقة، انت كنت بتخدعينا طول الوقت، انت كذابة. انا مش كدابه، انا بس كنت بخبي وده خوف منكم مش اكتر، ودي اللي كنت خايفه منه حصل اهو. يا ماما شايفه تصرفاتهم، شايفه عملوا فيا ايه. انا مش عارفه بجد هو انتوا ليه بتعملوا كده. ما تزعليش يا حبيبتي، ربنا معانا، الناس مش هيفهمونا، المهم ان احنا فاهمين بعض ومع بعض دايما، ومش هيهمنا اي حاجة تاني من كلام الاطفال دول، واكيد في يوم من الايام هيعرفوا اللي هما بيعملوا ده كان غلط.
فاطمة حبيبتي لازم تروحي المدرسة، كل حاجة هتكون كويسة لو انتي موجودة هناك. مش هروح تاني يا ماما، مش قادرة اتحمل كده. هما مش هيحترموني ولا هيتقبلوني. انا خلاص قررت ان انا هفضل قاعدة في السرير طول اليوم. بعد اذنك يا ماما، لو انتي عايزة تروحي الشغل اتفضلي روحي، لكن انا عايزة اقعد في البيت ومش عايزة انزل تاني. فاطمة لازم تكوني قوية، الأطفال دول مش هيفهموا، لو غبتي هيفتكروا إن هم كسبوكي كده. ما ينفعش يا بنتي في أول معركة كده تستسلمي، أنا ربيتك إن انتي تكوني قوية، ما ربيتكيش علشان تكوني ضعيفة كده. لا يا ماما، واضح ان انا ضعيفة وهفضل ضعيفة. بعد اذنك يا ماما، انا عايزة انام. أنا تعبت منكم، تعبت من التعامل مع تنمركم، أنا هنا علشانكم وبشتغل بكل قوتي علشان أوفر لكم مكان نضيف، وفي الآخر بتعملوا معايا كده ليه؟ أنا قدرت أقدم لفاطمة في المدرسة دي بصعوبة جدا وجمعت الفلوس بتعب، لكن بسببكم فاطمة مش عايزة ترجع المدرسة تاني، وانتوا السبب في كل ده. وانا لو بنتي ما رجعتش المدرسة دي انا كمان مش هقعد فيها ولا دقيقة واحدة، وهدخل دلوقتي وهقدم استقالتي، لكن هتعرفوا فرق المدرسة من غيري للأسف، لأن انتوا اتعودتوا تقدروا الناس اللي في مكانة عالية وبس، رغم ان كل حد في الدنيا ده ليه دور وليه مهمة اللي هي من غيرها الدنيا هتبوظ كلها. انت في الاول وفي الاخر ده يعني مالكيش دور ولا اي اهمية مثلا زي مدرسين او اي حد تاني. لا بالعكس، انا دوري مهم جدا، دوري اهم من اي حد تاني، وانت هتعرف بنفسك لما امشي من المدرسة خالص. خلاص براحتك، احنا اكيد مش هنمسك فيك، وفاطمة هي لو كانت عايزة تفضل صاحبتنا كان لازم تقول لنا الحقيقة من الاول وتسيبنا ان احنا نختار نقبل ان هي تكون صاحبتنا ولا لأ. لكن هي كدبت وخبت علينا، يعني هي تستحق كل اللي بيحصل فيها. بجد مفيش فايدة فيكو، انا ندمانة على كل دقيقة انا قعدتها في المدرسة دي واعتبرتكم ولادي. مش هقدر اكمل هنا وانتوا مش هتشوفوا وشي تاني، استقالتي هتكون النهارده واللي حصل ده مستاهل عليا. أنا ملاحظ كل اللي بيحصل معاكي الفترة اللي فاتت، وصدقيني أنا مش راضي أبدا، وكنت هعاقب الطلاب دول، لكن انتي ما ينفعش تمشي من هنا. انا اسفه يا فندم، لكن انا فعلا مش هقدر اقعد دقيقه واحده بعد اللي حصل مع بنتي فاطمه، انا مضطره امشي، مع السلامه. بعد ما صفاء مشيت المدرسة بقت غير نظيفة خالص. خلال اسبوع كامل كانت المدرسة مليانة فوضى وزبالة في كل حتة. انا بدأت احس بالذنب مع اللي احنا عملناه مع صفاء. انا حاسة ان احنا غلطنا فيهم زيادة عن اللزوم وده مش صح. كنا المفروض نحترمهم مش نعملهم كده. في الاخر محدش فيهم اذانا ومحدش عمل لنا حاجة وحشة علشان نعملهم كده. فعلا فاطمة كانت بتساعدنا دايما واحنا كنا مستغلينها. صفاء كانت بتنضف لينا واحنا مفيش اي حاجة كنا بنعملها عشان نساعدهم، بالعكس احنا كنا بندمرهم. خلاص عدى وقت الندم. فاطمة وحشتني قوي، كنت بحس ان هي دايما موجودة. دلوقتي المدرسة مفيش فيها اي حاجة حلوة. كانت دايما بتقعد جنبي وبنتكلم سوا وبنذاكر كمان سوا وبنعمل كل حاجة مع بعض. انا بجد ندمانة على الطريقة اللي انا كلمتها بيها. مش مهم فاطمة بنت مين ولا بتعمل ايه في حياتها، المهم ان هي صاحبتي وحبيبتي، وانا لو يرجع بيا الزمن عمري ما هضايقها تاني. ولو رجعوا بجد هنحترمهم وهنساعدهم بجد. احنا خلاص عرفنا ان احنا كنا بجد غلطانين، وبقينا فاهمين قد ايه صفية وفاطمة كانوا مهمين في حياتنا. نفسي بجد يرجعوا تاني علشان نظهر لهم الاحترام اللي يستحقوه. طب انا عندي فكرة. ايه هي؟ احنا ممكن نروح ليهم البيت ونعتذر لهم ونخليهم يرجعوا تاني. بس هتجيب عنوانهم منين؟ تعالي نروح مكتب المدير ونسأله. ماشي يلا بينا. من فضلك يا مستر ممكن نعرف عنوان صفية فين؟ احنا عايزين نروح لها. واللي عايزين عنوانها يعني ليه هتروحوا لها أصلا؟ احنا عايزين نطلع ان هي ترجع تشتغل تاني، احنا غلطنا معاها هي وفاطمة وعايزين نصلح اللي احنا عملناه. أنا متفاجئ شوية لكن موافق أهديكم عنوان صفاء. شكرا لحضرتك بجد، احنا عايزين نعوض صفية على كل اللي احنا عملناه. ايه رأيك نجمع فلوس من بعض ونشتري ورد ونديها لهم؟ فكرة حلوة، يلا نعمل كده. انا متوتر شوية مش عارف ليه. وانا كمان، بس لازم نعتذر بجد ونوريهم ان احنا ندمنا. لازم نثبت لهم ان احنا نتغير.
انتوا بتعملوا ايه هنا وجايين ليه؟ احنا ندمانين على كل اللي احنا عملناه معاكي، بجد عرفنا قيمتك لما انتي مشيتي. احنا جايين هنا علشان نصلح كل حاجة. كنتوا بتتعاملوا معايا كأني مش موجودة، كنت بشيل عنكم علشان تعيشوا في مكان نضيف، ومع ذلك كنتوا بتتنمروا عليا. مش فاهمة ليه، أنا عملت لكم إيه؟ احنا اسفين يا دادا، كنا غلطانين وندمنا على كل حاجة. احنا مش هنعمل كده تاني وهنحترمك ونقدرك. أنا مبسوطة إنكم أخيرا فهمتوا وقدرتوا تفرقوا بين الصح والغلط. فاطمة، احنا عارفين ان انتي مش عايزة ترجعي المدرسة علشاننا، بس احنا هنوعدك ان احنا مش هنخليكي لوحدك تاني، ومش هنتنمر عليكي ولا على اي حد. انا كمان كنت مفتقداكم. وحشتيني قوي يا صديقتي المقربة. وانتوا كمان كنتوا وحشني قوي. شكرا على كل حاجة، انتم كمان مهمين بالنسبة لي. الحمد لله إنكم فهمتوا، أنا فخورة بكم جدا يا ولاد، لأنكم قدرتوا ترجعوا عن غلطكم. ربنا معاكم وإن شاء الله الأمور هتتحسن. طالما انتوا تلتزموا بكلامكم انا خلاص هرجع المدرسة تاني وهبقى معاكم على طول. ده احسن خبر انا سمعته في حياتي. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي، نمتي كويس امبارح؟ الحمد لله يا ماما. معلش يا فيروز، النهارده عملتلك سندوتشات جبنه. انا عارفه ان انتي كنتي طالبه ناجتس ونفسك فيه، بس انتي شايفه يا بنتي الظروف. انا والله لو معايا فلوس ما كنتش هتاخر عليكي في اي طلب. اي حاجه يا ماما من ايدك تبقى حلوه، انا كان نفسي فيه بس جبنه حلوه برضو. شكرا كتر خيرك. شاطره يا فيروز، ايوه كده. انا عايزاكي دايما يا حبيبتي تفضلي عاقله، ربنا يهديكي. انا عارفه يا ماما ان الحمل كبيره عليكي، وخصوصا بعد ما بابا توفى، بس رغم كل ده بتحاولي على قد ما تقدري انك تجيبي لي كل طلباتي وكل حاجه انا عاوزاها. حبيبتي يا فيروز، ربنا يعيني يا رب واجيب لك كل اللي نفسك فيه. ربنا يخليكي ليا يا رب. طيب يلا بقى يا حبيبتي، انتي كده هتتاخري على المدرسه. ماشي يا ماما، سلام. خلي بالك على نفسك يا حبيبتي. ماشي حاضر يا ماما، وانتي كمان. صباح الخير يا نهلة، عاملة ايه؟ ازيك؟ بخير يا فيروز، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسة. بصراحة انا بقى انا مش كويسة خالص. ليه بتقولي كده؟ ايه اللي حصل؟ تصوري ماما طلبت منها ان هي تجيب لي البنانا جارد ورفضت، قالت لي ان هو ملوش لازمة، كل البنات جابته اشتريته، اشمعنى انا؟ يرضيكي بتقولي ان هو غالي وملوش اي اهمية. انا شايفة فعلا ان ملوش لازمة، مامتك معاها حق بصراحة. يعني كل اصحابي يجيبوه وانا لا، كده كده الموز مش بفضله في الفاكهه، بس بصراحه شكله عاجبني، وانا بصراحه مش بحب حد يكون معاه حاجه مش عندي، وانا لما بشوف حد حاجه معاه مش عندي بتضايق. انا بحب ان دايما اكون مميزه. حيرتينا بكلامك المتناقض، منين عاوزة تبقي مميزة ومنين عايزة يبقى معاكي حاجات شبه الناس. المفروض ما يفرقش معاكي اي حد، اهم حاجة انت تكوني راضية. ايوه اقعدي بقى تفلسفي وقولي لي على المبادئ بتاعتك. خلاص يا ستي مش هتكلم معاكي ولا هناقشك في مبادئك اللي هي تاني. يا ستي ما تزعليش، انا مش قصدي والله اي حاجة، انا بقولك بس رأيي وانتي حرة. خلاص يا فيروز مش زعلانه منك. على فكرة انا مش قصدي ازعلك، بس انتي فعلا لو راضية باي حاجة عندك هتحسي ان انتي مبسوطة وسعيدة. السعادة في الرضا، مش انك تمتلكي حاجات كتيرة. عندك حق. عملتي ايه النهارده يا فيروز يا حبيبتي في المدرسه؟ كان حلو الحمد لله، بس صاحبتي نهلة مستغرباها قوي يا ماما. مامتها ما شاء الله جايبه لها حاجات كتيرة قوي، لكن هي ما هيش عاجبها اي حاجة. المفروض ترضى بأي حاجة علشان تكون مبسوطة. بصي يا بنتي، احنا ممكن اقول ما عندناش حاجات كتير، لكن اهم حاجة يبقى في رضا، وساعتها هتحسي بالسعادة. ما تبصش لأي حد، ملكيش دعوة بغيرك بجد. والله يا ماما انا عارفة الكلام ده كله، انا حتى نفسي قلت لها كده. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي. ازيك يا سلمى، عاملة ايه؟ مش كويسة خالص يا نادر، بنتك تعبتني بجد، مش عارفة اعمل معاها ايه. انا مفيش اي حاجة بعملها وهي بتعجبها. برضه مفيش فايدة في البنت دي. برغم كل حاجة انا بعملها لها، لكن انا دايما بحس ان هي على طول مش عاجبها اي حاجة، ومش بترضى ابدا. طموحها اعلى من اي امكانيات، مع اننا مش بنحرمها من اي حاجة. ما هي دي المشكلة، إن كل حاجة بتقولها بنقول لها ماشي وحاضر وطيب. لو كنا بنرفض لها الطلبات وبنخليها تحوش علشان توصل للي هي عايزاه، ما كانش ده هيبقى حالها. ولما اتعودت إن كل طلباتها مجابة، بقى ما يعجبهاش أي حاجة. فعلا والله عندك حق.
انا عايزك تبدأي بقى تعلميها ان هي تحوش علشان تشتري اي حاجة هي نفسها فيها، لان بصراحة الوضع كده بقى وحش قوي. ما تقلقش، انا هبدأ اعمل كده فعلا. الله حلو قوي التليفون ده يا منال، اشتريتيه منين؟ انا بحوش بقالي كتير لحد ما وصلت لتمن، وماما كملت عيلي وجابت لي التليفون اللي كان نفسي فيه. ايه ده بتحوشي؟ ايوه، كل ما بيجيلي فلوس عيد او نجاح او اي حاجه بحطها في الحصاله، وكمان بابا وماما بيساعدوني علشان احوش. ياه، ده انت تلاقيكي تعبتي كتير قوي علشان تجيبي ده. انا بصراحه ما بحبش احوش، انا لما بعوز حاجه بروح اقول لماما وبابا يجيبها لي. لا، احنا ما عندناش كده، انا ماما عودتني لما احتاج حاجه احوش لها. على فكره صح يا منال اللي انت بتعمليه، احنا كلنا لازم نتعلم منك. هو انا لسه هفضل احوش واستنى كل الشهور والسنين دي عشان اجيب حاجه انا عايزاها ليه، واتعب نفسي ليه اصلا؟ امال بابا بيشتغل ويتعب ليه؟ مش عشان يجيب لي الحاجه اللي انا عايزاها. لا، بابا مش بيشتغل عشان يجيب لنا كل حاجه، هو مش بيحرمنا من حاجه، بس احنا كمان لازم يكون عندنا مسؤوليه ونقدر تعبه، ومش نطلب منه طلبات على الفاضيه والمليانه، لان التليفون مش من الحاجات الاساسيه، لكن بالنسبه للاكل والشرب والفواكه والحاجات اللي زي دي والتعليم طبعا، ومصاريف المدرسه والدروس وطلبات المدرسه من الكراسات والكتب وكل الحاجات دي بابا بيجيبها. لكن الرفاهيات ليا حاجه واحده بس في الشهر اختارها، ماما تجيبها هي وبابا، لكن لو في حاجه كبيره بنحوش لها كلنا مع بعض لحد ما نجمع تمنها. لا انا ما عنديش الكلام ده، انا اي حاجه بحتاجها بقول لماما وبابا وهم يجيبوها لي على طول. بصراحه انا لو حد اتاخر عليا في الطلب او رفض يجيبوها لي بفضل اعيط واذن بقى وببقى متضايقه. بس انتي كده بتحملي مامتك وباباكي فوق طاقتهم، المفروض يكون عندنا رحمه بيهم، وخاصه بعد ما كل حاجه بقت غاليه الايام دي. طب وانا مال الحاجه غليت ولا رخصت؟ وبعدين طالما هم مش قد الاولاد بيخلفوا ليه بقى؟ هم ما قصروش معاكي في الاساسيات، انتي بتطلبي رفاهيات اكتر من المعتاد يا بنتي. انتم شكلكم كده غيرين عشان لما انتوا بتعوزوا حاجه مش بتجيلكم على طول وبتفضلوا تحوشوا. عموما انا مبسوطه كده وكل واحد حر في حياته. كبري دماغك منها يا فيروز، هي مقتنعه بفكره معينه، والله لو قلت لها ايه مش هيعجبها ومش هتوافق على رايك. ايوه يا منال على رايك، كل واحد حر. ازيك يا خالته، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه خالته، انتي اخبارك ايه؟ امال ماما ما جاتش معاكي ليه؟ عندها شويه شغل كده هتخلص وتيجي على طول. ازيك يا نهى، اخبارك ايه وازاي خالته؟ الحمد لله كويسه وبتسلم عليكي. حلوه قوي العجله اللي انت جايبيها دي، اشتريتيها منين؟ انا جايباها من زمان قوي. ايه ده، هو انتي اول مره تشوفيها ولا ايه؟ ايوه يا حبيبتي، دي عندها من زمان فعلا. غريبه قوي، اول مره يعني اشوفها. عايزه واحده زيها يا ماما. عجله ازاي وانتي اصلا مش بتعرفي تسوقيها؟ ما انت لما تجيبيها لي هتعلم. وافرضي بقى ما عرفتيش تسوقيها بعد ما جبناها، يبقى جبناها من غير سبب. على فكره يا نهله، مش كل حاجه تشبطي فيها، اللي ليه لازمه بس تجيبيه واللي ملوش لازمه مش مهم. خلاص هتعلم على العجله بتاعتنا، هو انت اشتري لي عجله زيها بكره. بكره ازاي؟ انتي اكيد بتهزري، اكيد لازم نسال بابا ونشوف هيدفع ولا لا، ونحوش ونجيب مع بعض. نحوش؟ اول مره تقولي لي الكلمه دي. وخلي بالك بعد كده اي حاجه تحتاجيها او تبقي عايزه تشتريها لازم تشاركي فيها. ليه ماما بتعملي معايا كده؟ بعمل ايه يا حبيبتي؟ انا بعلمك تتحملي جزء من المسؤوليه، وعلى فكره لما تحوشي وتجيبي الحاجه هتحسي بالسعاده وبالفرحه ان انتي انجزتي حاجه كبيره. ما تقلقيش، انا بفرح من الحاجه لما تجيلي على طول جاهزه. لا خلاص، انا اتفقت مع بابا، المصروف لازم تحوشي منه جزء وتبدأي بعد كده تعتمدي على نفسك في ان انت تشتري الحاجات اللي نفسك فيها. ممكن اساعدك لكن مش كل حاجه نجيبها لك على الجاهز. على فكره التحويش ده حلو قوي، انت عارفه انا اشتريت منه الالوان اللي كان نفسي فيها وبدات اتعلم الرسم وباخد دلوقتي كورس رسم. شفتي بقى نهى بتحوش ازاي وشاطره، برافو عليكي. خلصتي يا ماما، ربنا يسهل نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. الله شوفي يا ماما، في شاشه كبيره قوي اكبر من اللي عندنا في البيت، ايه رايك نجيب شاشه كبيره؟ ما الشاشه بتاعتنا يا بنتي حلوه ولا هي مصاريف وخلاص؟ هو في ايه يا ماما؟ انت عمرك ما كنتي كده، انا كنت بطلب اي حاجه بالليل الاقيها موجوده عندنا الصبح. انا كنت غلطانه بصراحه لما كنت كل حاجه تطلبيها انفذها. المفروض اجيب الحاجه على قد الاستخدام، في حاجات كتيره قوي ملهاش لازمه. احنا اي نعم مستوانا المادي كويس، بس ده مش معناه ان احنا نصرف فلوسنا كده في الهوا ونضيعها من غير اي حساب. هو لما نجيب شاشه اكبر عشان نتفرج على مسلسلات براحتنا نبقى بنصرف فلوسنا على الهوا؟ وبعدين هو انا قلت لك ان احنا نرمي الشاشه اللي عندنا؟ انا بقول لك بس ان احنا ممكن نبيعها او ممكن كمان تخليها في اوضتي.
اوضتي من زمان نفسي اجيب لها تلفزيون واخلي الشاشه كبيره للليفينج. بس احنا مش في حمل كل المصاريف دي على الفاضي. على فكره ماما بابا مستوى المادي كويس جدا، احنا ممكن نشتري اي حاجه احنا عايزينها. انت اللي بتتكلمي بالطريقه دي. عشان ما نعرفش المستقبل والزمن فيه ايه، وبعدين بص للناس اللي اقل منك. طب وانت ليه يا ماما ما تبصيش للناس اللي معاهم فلوس اكتر مننا وبيجيبوا حاجات اعلى مننا؟ احنا يا بنتي مش مخليين نفسك في حاجة بنجيب لك كل اللي نفسك فيه، انتي بس اللي طماعة. انتي عارفة زمان وانا صغيرة كانت مامتي مش بتجيب لي كل حاجة، بس انا كنت ببقى فرحانة وبشكرها على اي حاجة، لاني عارفة ان هي بتحبني. انتي المفروض يكون اهم حاجة بالنسبة لك ان انتي تبقي متأكدة ان احنا بنحبك وعايزين نعمل لمصلحتك. احنا بنعلمك بعد كده انك تعتمدي على نفسك وتحوشي علشان تقدري بعد كده تشتغلي وتجيبي كل اللي نفسك فيه. انا عارفه يا ماما، متاكده ان انت بابا بتحبوني، بس انا ساعات بيبقى نفسي في حاجات معينه. هو ده غلط؟ لا يا حبيبتي مش غلط، وبعدين انتي ليكي اصحاب كتير مستواهم المادي بسيط لكن محترمين وبيحوشوا، زي مثلا فيروز. ايه رأيك تروحي تلعبي معاها وتتعلمي منها؟ على فكرة التواضع شيء مهم جدا، وانتي يا بنتي كنتي بتحبيها وعلى طول بتروحي وتيجي معاها. ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت والله يا ماما، انا بحبها وكل حاجه، بس هي نصحتني زيك كده وقالت لي ان انا المفروض احوش وابطل اتحكم بطلباتي. لكن انا بشوف ان دي حاجات انتوا تقدروا ان انتوا تعملوها. طيب ايه رأيك ان احنا نتفق اتفاق كل شهر ليكي خروجه والاكل اللي تحبيه في يوم ولعبة واي حاجة من الطلبات البسيطة نقدر ان احنا نجيبها لك، ممكن نحوش فيها مع بعض، والطلبات الكبيرة ممكن نساعدك في تحويشها لكن هتاخد وقت اطول لحد ما نجمع فلوسها علشان تتعودي يا حبيبتي تتحملي المسؤولية. خلاص يا ماما اللي تشوفيه. انا بعمل كل ده لمستقبلك. بكره لما تصدمي بالحياه الواقعيه يا حبيبتي هتعاني كتير، لانك متعوده ان كل حاجه تجيلك على الجاهز، وانا عايزاكي تتعبي علشان توصلي للي انتي عايزاه علشان تحسي بطعمه وتحسي بقيمه الحاجه اللي معاكي. خلاص يا ماما هعمل زي ما انت عايزه، وانا اسفه لو انا كنت زودت الموضوع والامر عليكي. ما تتاسفيش ولا حاجه يا حبيبتي، انا بس عايزاكي تفهمي وجهه نظري. تعالي يا فيروز، شفتي جبتلك ايه؟ الله برجر، انا كان نفسي فيه قوي يا ماما. انت عارفه ان انا كان نفسي فيه من زمان بس كنت خايفه اقولك. ليه يا حبيبتي تخافي تقوليلي؟ انا اخدت بالي واحنا خارجين، بصيتي على المحل لكن سكتي، فعرفت ان انتي نفسك فيه ومش راضيه تحمليني هم. ايوه فعلا يا ماما، انت بتحسي بيا، بس انا قلت كفايه عليكي مصاريف المدرسه والطلبات اللي في البيت. انا بتعب علشان مين؟ علشان خاطرك يا حبيبتي. وبعدين لما كل مره كده اجيبلك حاجه من الحاجات دي حتى لو بعد مده طويله بتهون عليا ان انا مقصره في حقك. اوعي ماما تفكري انك مقصره في حقي، انت احلى واعظم ام في الدنيا. انا عمري ما شفت حد احن منك في حياتي، ربنا يخليكي ليا يا ماما. ويخليكي ليا يا رب ويعيني واجيبلك كل اللي نفسك فيه يا رب يا ماما. احكي لي بقى، اخبار المدرسه واصحابك ايه؟ كويسه والله وحلوه. انت عارفه انا ليا اصحاب كتيره هناك وبحبهم قوي. انا عارفه يا حبيبتي. قولي لي بقى اخبار نهله ايه دلوقتي معاكي؟ الحمد لله كويسه. ايه ده؟ استني، ده التليفون بيرن لما اشوف مين. الو، ايوه مين معايا؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ وحشتيني. الحمد لله بخير، بس ما قلتليش انتي مين؟ ليكي حق تنسيني، بقالي كتير ما جاتش عندكم. انا نهله. انساكي ازاي؟ والله لسه كنت بسأل عليكي دلوقتي، حتى اسألي فيروز. ايه يا بنتي ما بتجيش لي زي زمان؟ ان شاء الله يا طنط هبقى اجي اذاكر مع سلوى شويه النهارده، انا كنت بكلمها اشوف لو هي صحيه وموجوده عندك. ايوه يا حبيبتي موجوده، تنورينا في اي وقت. تمام انا هاجي شويه كده. مين يا ماما؟ انا على التليفون. دي صاحبتك نهله، شويه كده وهتيجي تذاكر معاكي. بجد؟ طب كويس، ده احنا حتى امتحاناتنا قربت علشان تشجعني ونذاكر حلو. ماما انا كلمت صاحبتي سلوى عشان نروح نذاكر مع بعض، الامتحانات قربت. ماشي يا حبيبتي، اهم حاجه ما تتاخرش وسلمي لي عليها كتير وعلى مامتها. الله يسلمك يا ماما. استني السواق هيوصلك، ما تروحيش لوحدك. تمام يا ماما، لما اخلص هرن عليه عشان تبعتي ياخدني تاني. ماشي يا حبيبتي. الجرس بيرن، شكل كده نهله صاحبتك جت. لما اقوم اعمل لكم حاجه حلوه تاكلوها.
ماشي ماما، هقوم افتح لها انا. ارتاحي انتي. ازيك يا فيروز، عامله ايه؟ الحمد لله، وحشاني والله. تعالي يا بنتي ادخلي اتفضلي. ايه رأيك نذاكر النهارده ماس؟ تمام، يلا نبدأ. هجهز الكتب. لا انا مش بذاكر في كتب المدرسة، انا اشتريت كتب خارجية لكل دون. انت ما عندكش كتب خارجية ولا ايه؟ لا انا ما جبتش كتب خارجية، انا بكتفي بس بكتاب المدرسة والتدريبات اللي موجودة فيه. طب تعالي ذاكري معايا ونحل مع بعض. لو حابة ان انتي تصوري صوري. لو احتجت حاجة منك هبقى انقلها وخلاص، مش لازم اصوره، اصل هو كتير قوي يا بنتي. خلاص لو احتجتي في اي وقت ما تقلقيش، اطلبي مني وانا هبقى اوريهولك في اي وقت. ايه ده؟ وريني كده الالعاب اللي عندك دي العاب بسيطة مش هتعجبك. لا والله شكلها حلو اللي بتقولي كده، عشان انا عارفة الحاجات اللي بتعجبك مش كده خالص. لا يا ستي انا اتغيرت، ما عدتش زي زمان. انا مش قصدي ازعلك والله. انا عارفه انتي قصدك ايه. انا بصراحه اتكلمت مع ماما وهي فهمتني حاجات كتيره قوي كانت غايبه عني. انا كنت بتكلم وحاسه ان انا المفروض يبقى عندي كل حاجه جديده وكل حاجه حلوه، كنت مزوداها قوي. بس لما فكرت في الموضوع قلت ان مفيش حاجه ليها لازمه انا عايزاها، واني لازم اختار الحاجات المهمه ومحملش ماما فوق طاقتها، وان في حاجات المفروض احوش واساعدها فيها. ايه العقل ده كله؟ بجد انا مبسوطه منك قوي يا نهله. انتي عارفه انا بتكلم مع ماما قالت لي على حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ قالت لي ان لازم اعمل كده علشان اتحمل المسؤوليه، ومش اي حاجه احتاجها في المستقبل هتتوفر ليا بعد كده. الموضوع ده بصراحه خوفني شويه، بس لما فكرت فيها لقيت ان انا لما اتعب عشان اوصل للحاجه هحس قد ايه انا فرحانه ساعتها، لاني هحس بالمجهود وان انا حققت حاجه انا كان نفسي فيها، وهحس بذاتي وثقتي في نفسي هتعلى. فعلا والله عندك حق. بصراحه انا اول مره احس ان انا عرفت اختار صاحبه جدعه وذكيه. الحمد لله، وانتي كمان والله من احسن الاصحاب ليا اللي انا عملتهم في المدرسه بتاعتي. ربنا يخلينا لبعض دايما يا رب.